افتح الكتم. لا، ما انا فاتحه الكتم يا حبيبي، الكتم فاتحه، ما تقفلوش من عندك انت بس، اهم حاجه. لا ما عندي هذا، انا كل شيء ما ابيه، لا عنديش ولا اظل تدور. هاي ما هم تريد تقفلوش من عندك تدورها؟ انت بس، اهم حاجه. هذا انا وين عندي؟ لا مش هذا عايز انا ما عندي ازور. شيء. لا 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 لا، انا مش بزور، انا بتاع نسوان زيك كده. مزور الايميلات ليه ضايج؟ لا ليه لا، بتاع ضايج نسوان وخلاص؟ اقوى. اسمعني. اول شيء طالبتك انا بمناظره في الخلافه، انا راسلتك قلت لك مناظره في خلافه ابي بكر، واتذكر كانت حلقات الخلافه، انا كنت افتح بث حلقات في الخلافه، فلما جئنا للمناظره قلت لك انا ما فاتح تكذب مناظره. ما تكذب، بص ما تكذب ما تكذب خليني ما اكمل، لا تكذب تقاطع، راح اسجل حبيبي، لك ما مايك. تكذب ما لا تقاطع، تكذب لا تقاطع، ما تكذب. لا طيب ما تقاطع. تكذب، اسمعني. تشبيك ملطلب، انت انت اللي تشبيك خايف ملطلب. ليه؟ خايف ليه يا حبيبي؟ انت خايف ليه وين يا خايف؟ حبيبي؟ خلينا خايف ليه يا اتكمل. حبيبي؟ خايف ليه يا حبيبي؟ جيت لك البث يلا بتاعك تفضل وخايف. احكي، يلا احكي، يلا ايوه احكي، احكي يلا. حضرتك. يلا حضرتك تفضل. حضرتك انا عرضت حضرتك جيت قلت لي عايز مناظره، قلت لك اتفضل المناظره. قلت لك عايزين نتكلم في مساله ماذا استفادت الامه من غياب المهدي. فحضرتك انت رجعت تمام. فحضرتك انت قمت جاي قايل لا بلاش الموضوع دوت، انا هختار عنوان نثبت الاول ولاده المهدي. قلت لك اتفضل ما فيش مشكله، نثبت ولاده المهدي. خلصت المناظره، طالبتك بالعنوان ان انا قلته، حضرتك تهربت ولم تعد مره ثانيه. والان تبعث وتقول اريد اناظرك في التوحيد. لا، الاول حضرتك تناظرني في ماذا استفادت الامه من غياب المهدي، وبعد كده المناظره اللي بعديها عن التوحيد، ما فيش مشكله. انتهيت. اه اتفضل. يلا اكتم المايك، خليني اتكلم، بس لا تقاطع، ما قاطعتك انا. تمام. طيب اخواني اسمعوا، المعروف الذي يختار موضوع اثبات المهدي هم اهل السنه. انا ناظرتك في الموضوع اللي اختاريته، انت جيت لي في موضوع الغيبه، قلت لك هو المهدي سلام الله عليه ما ثابت عندك، خن ثبت المهدي والله كريم واخذ انا حوار الي. فانت جيت لي في موضوع الغيبه، نعم، بس قلت لك انت ما معتقد بالمهدي، خن ثبت المهدي واخذ موضوع انا الي النوبه نرجع لغيبه المهدي. قلت ماكو مشكله، لا حاورنا لا، في ما الامام. تكذب لا ما تقاطع، تكذب بعض اللي يقاطع. ما ليش تكذب. تقاطع؟ اتفضل اكتب اتفضل بس ما المايك. تكذبش. ولك اكتب المايك، عيب، اكتب المايك، اسد السنه، اكتب المايك. ما قاطعتك انا، اكتب المايك، اكتب. كم تبسز اخواني. اختاريته موضوع في الخلافه، قال ما اريدا في الخلافه. قلت له بمن رايد وليد؟ قال اريدا بالمهدي. قلت له شنو المهدي؟ قال بالغيبه. قلت له موضوع الامام المهدي الغيبه بعد ما ثابت عندك، خلنا نثبت المهدي واخذ موضوع الي نبى نرجع للغيبه، وكل اربعه مناظره. قال اتفقنا، ناظرته في الامام المهدي ساعتين متفقين، 45 دقيقه هرب وليد. يابا ليش فصل النت؟ كيف فصل النت يا ناس عندك يا وليد؟ وانا هذا اتصل عليك هاتفك يرن. هاي المناظره 45 دقيقه باعوا لها، هاي الهرب بيها. تعال شوف ركز، قاعد يرن. راح لاحظ اخوان قبل شوي. لا ها باعوا يرن. قبل شوي كان هو مشغول بمكالمة. مشغول في مكالمة ويقول هنا انقطع النت. إذا النت عندك انقطع، كيف أتصل عليك ويرن؟ وكيف أنت تتكلم عن المشاهدين تقول لهم هربوا على الآن يقول لا انقطع النت. طيب كيف أنت ظاهر أمام الناس وتقول انقطع النت الآن وأنت كنت ظاهر للناس؟ واحد، المعروف الذي يختار إثبات إمامة المهدي هم أهل السنة، وأنا وافقت وناظرتك وكنت شجاع. أنت دائما تدعي تقول أين السنة أو أين الشيعة وأين أسود الشيعة؟ أنا تلميذ من تلاميذ الشيعة، أصغر شاب في الحوارات. أتحداك أمام الناس أن توافق في موضوع اختاره وهو التوحيد، ولك 40 موضوع. إذا لم أحضر بموضوع واحد أنت تعتبر المنتصر في المناظرات. فقط وافق على ساعة في مناظرة التوحيد لكونكم أهل التوحيد وأهل القرآن والسنة واتباع الصحابة. وافقت على الإمام المهدي، أنا صر الشجاع وتجرأت وناظرتك يا وليد. الآن وافق على التوحيد وبعدها أناظرك بأي موضوع الذي تريده. أتحداك أن توافق. يلا افتح المايك. طب اقفل المايك بتاعك بقى.
خلص راح اسكت ما اتكلم، انا ما قاطع. مايك ما يصير اقفل، ما يصير اقفل، انا صاحب البيت، ما يصير اقفل المايك مالي، انا صوت صاحب البيت. المايك بتاعك عن الاستوديو. بتحاول حضرتك توهم اتباعك انني هربت من المناظره، وهذا لم يحدث. انت اخترت عنوان المناظره، كان عنوان المناظره ماذا استفادت الامه من غيبه المهدي؟ ماذا استفادت الامه من غيبه المهدي؟ حضرتك قلت لي لا، تعال نتكلم الاول في ولاده المهدي وبعد كده نتكلم في غيبه المهدي. فلما ناظرتك في مساله ولاده المهدي وقلت لك تعال نعمل مناظره الاربع القادم في مسألة ماذا استفادت الأمة من ولادة المهدي، حضرتك تهربت وقلت لا أنا عايز أناظر في الخلافة. قلت لك لن أناظرك في الخلافة حتى أناظرك في ماذا استفادت الأمة من غياب المهدي. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حضرتك عايز تناظر في التوحيد. أنا عندي استعداد أناظرك في التوحيد بشرط واحد. الشرط واحد تقبله دلوقتي حالا، هو في القرآن الكريم. تقبله؟ طيب خلصت؟ معاك مصحف؟ لا ما خلصت. معاك مصحف الآن؟ ما خلصت لسه. معاك مصحف الآن؟ لا رجل شنو تخلص على معاك اخذ قرآن المايك. الآن؟ ايه اتفضل امسك خلص المصحف الآن. اتفضل امسك المصحف الآن. خلص واخذ اتفضل المايك. اتفضل امسك خلص، المصحف الآن. ده في وقتي، وقت وقتي تجاوب. أنا، وقتي أنا. اتفضل امسك المصحف الآن. طيب هذا المصحف امامي، ايش بيه المصحف؟ اتفضل طلع سورة النساء. طيب طلعنا سورة النساء. يا اتفضل. صفحة، يا آية، يا آية. آية 114. آية 114. طيب أصعب آية في القرآن الكريم تريدنا أقراها؟ راح لا أقراها. مش أصعب آية في القرآن الكريم. أنا ما بكلمك عن أصعب آية في القرآن راح الكريم. أقراها بالمقابل لا ما بكلمك عن أصعب آية في القرآن الكريم. لا طيب تدلل. 114 شو فيها؟ اتفضل اقرا لي الصوره ديت. لو قراتها بصيغه صحيحه وبتجويد صحيح انا عندي استعداد اناظرك بكره في التوحيد. اتفضل. وعد؟ وعد. يلا اتفضل، معاك المايك. بالمقابل جيد، وبالمقابل أطلب من عندك آية تقراها بصورة صحيحة. ما فيش مشكله، اتفضل. يلا بس اقرا لي يلا الصفحه ديت. اتفضل. اي نعم، الآية 114 صح؟ لا مش الايه 114، الصفحه كلها. اتفضل. كان مو قلت من الآية اول الايه 114؟ 114 لاخر الصفحه. اتفضل. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما اللي يزور الصوت يسوي كتم. اكتم يا مكسر. ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وأن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله لعنه الله لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العلي العظيم. الآية الصعبة اللي رادني أقرأها قريتها كلها صحيح وعبرتها. الآن الدور إلي يا وليد إسماعيل. سؤال بسيط في أحكام التجويد وأحكام القرآن. نقول واحدة. أولا أنت أخطأت خطأين. تمام. أتحداك الله. لا أوقفك. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وليس أن يدعون. تمام. دي الغلطة الأولى. واحدة. أولا أنت أخطأت خطأين. تمام. أتحداك الله. لا أوقفك. إن يدعون من دونه إلا إناثا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وليس أن يدعون. إن يدعون من دونه إن يدعون من
دي الغلطه الاولى. دقيقه اسمعني بس، اسمعني لو سمحت. لا بس دقيقه يا اخي نشوف الخطا وين. الفيديو مسجل. اي بس نشوف الخطا وين. اسمعني لو سمحت، لو سمحت. اي بس الخطا وين على القران؟ الخطا وين؟ بس دقيقه اهدى الفيديو مسجل. اي بس اقدر اطلع لك الايه وين. قلت وين؟ بس قلت لي وين الخطا؟ إن يدعون آية 117 إن يدعون من دونه إلا إناثا. هاي كسر. ما هو تعريف الكسر. أنت قرأتها الهمزة فوق. لا الكسر وقف دقيقة. لا تدلس بس دقيقة. التسجيل مسجل. دقيقة. جاوبني أنت ليش قاعد تتهرب؟ بس أريد أعرف هاي الكسر تاخذ شنو حكمها؟ إيه حكمها؟ إيه اللي إيه حكمها؟ ما يعرف حكم الكسرة. عرف لي ما هي الكسرة. عرف لي ما هي الكسرة يا ابني. إيه الكسرة دي؟ كسرة يعني ما يعرف الكسرة. ما هو يعني تعريف الكسرة يا رجال. ليش ما تعرف حكم الكسرة؟ حبيبي لا يعرف حكم الكسرة. أسد السنة لا يعرف حكم الكسرة. حبيبي أسد السنة لا يعرف حكم الكسرة. حبيبي والله العظيم ما تقدر غير موضوع. ما هو تعريف الكسرة يا عم؟ الكسرة يا عم. إيه اللي تعريف الكسرة؟ أنت إيه أنت بتساوم؟ اسألني أنا على الكسرة فخليني أعطيك إياه. اتفضل اديني تعليلي في الكسرة حبيبي. اخواني الكسرة في احكام التجويد وهو تعريفها هكذا، وهي التي تأتي تحت الحرف وتأخذ نصف حرف العلة الياء فتلفظ اي. يا ابني وإي مش وأي. انت قلتها وأي. قاعد اتكلم وأي مش وأي. ما قاعد اتكلم على هاي الكلمة، قاعد اتكلم على الكسرة تعريف الكسرة. ما يعرف الكسرة ما يعرفها يا غبي. انت قلتها وأي وليس وأي. ليش تتجاوز؟ ما انت غبي. ما انت غبي تضحك على اتباعك. انت قرأتها وأي يدعون وليس وأي. طيب اهدى. هذا النون التي تأتي بعدها ياء شنو حكمها؟ تضغم يا حبيبي. يبقى تقرأ وإن يدعون. احسنت. ماذا يصبح اللفظ؟ احسنت. ماذا يصبح اللفظ؟ وإن يدعون مش وأي يدعون. احسنت. وإن يدعون. وانت هربت من الأولى عايز تضلل أتباعك في الثانية. أنا هقرأ قراءتين وأيهما أصح. وأن يدعون من دونه وأن يدعون من دونه وإن يدعون من دونه. الصح الصحيحة الثانية وإن يدعون. القريتها الثانية. حضرتك بقى قرأتها وأن يدعون. هسه موسى جاوبتك. شو تريد بعد؟ حضرتك قرأتها وأن يدعون. خلاص يلا الآية اللي بعدها. بطل هروب. حضرتك قرأتها وأن يدعون. طيب حضرتك قرأتها وأن يدعون. نروح للي بعدها. بعد والوراء. ماشي اللي بعدها. حضرتك قلت لعنه الله وقال لأتخذنا. قلت ولا أتخذنا. ها؟ وهي لأتخذن. اي لأتخذن. التاء مشددة. حضرتك قلت لأتخذنا وهي لأتخذن. شنو هي؟ هي لأتخذنا. حضرتك قلت لعنه الله وقال لأتخذن. يعني حتى ظليت تزورها، حتى الآيات القرآنية ظليت تزور بيها يا ابني. لأتخذن. انت قلت لأتخذن يا وليد. آيات القرآنية ظليت تزور بيها يا غبي. انت بتقول لأتخذنا. هي لأتخذن. طيب التاء ما يخالف. التاء شنو عليها التاء؟ التاء عليها ايه؟ قدامك عليها ايه؟ اي عليها شده وفتحه صح؟ ايوه. تقرا ايه اهو؟ لعنه الله وقال لأتخذن. لأتخذن وليس لأتخذنا. طيب ممكن معرف لي الشده يا ابني. اعرف لك شدة ايه وفتحة ايه؟ ما تبقى غبي. ما يعرف الاحكام. ما تبقى غبي. ما تضحك على اتباعك. ما تعرف الشده. نطقات صحي. قول لي نطقات صحي. نطقات صحي. لا ما يعرف الشده. لا مش معرف لك اي حاجه. عرف الشده. عرف الشده صحي. عرف الشده صحي. لا انا عايزك تقراها. نطقات صحي. نطقات. لأتخذن لفظا. نطقات صحي. اي طيب. حضرتك بقى قلت لأتخذنا. شنو؟ حضرتك قرأتها لأتخذنا وليس لأتخذن. انت شلون جاي بس اسمعني. انت شلون جاي تشوف انا قريت هيك وانت ما تعرف الاحكام؟ الشده ما تعرف تعريفها.
يا ابني اسمعني بس، ما تقعد ما تقول تعرف لي انت مش العرف عارف الشده، الشده ما والفتحه تعرف والكسره، ده الشده. انا اعرفهم قبل ما انت يلا تتولد عرف اساسا. الشده، عرف الشده، انت عرف حضرتك الشده، لا سيبك من التعريفات دلوقتي، سيبك عرف من التعريف، ما الشده. تهرب. وليد على والله مود لا امسح بيك البلاط. وليد ما تهرب وليد جانبي، ما تهرب الحوار وليد. جانبي. مش طيب انا طيب اللي يهرب معايا الحوار جانبي، مش انت انا ليش اللي اهرب معاه، انت ليش تتجاوز؟ مش وليد اسماعيل اللي تهرب منه، مش خلاص وليد يرجف الاسماعيلي اللي يرجف تهرب منه. يرجف والله يرجف، قاعد بسيبك يرجف والله. انت. يلا خلنا اسالك النوبه انا بالاحكام. اتعلمت لا مش هتسال، خلصنا من القصه دي. ها ليش يبقى ليش انت حضرتك متفقين اخطات ونهرب؟ خطأين. اي انا اعطيك ايه تقراها. اتفضل حضرتك، اتفضل. بس قبل الايه القرانيه سؤال بالاحكام بسيط. اذا جاءت لا ما تسال في الاحكام، ما تسال في الاحكام. يلا اخوان، راح اعطي اسهل ايه بالقران الكريم، اسهل ايه بالقران الكريم. اقرا لي سوره التكوير، طلع لي 586. راح اعطيه بس 3 ايات. سوره التكوير اسهل سؤال بالقران راح اعطيه. الثاني هو اصعب ايه وهي سوره النساء، اصعب ايه بالقران لكثره الاحكام فيها. راح اعطيه اسهل ايه بالقران، الصفحه 586. راح اعطيك بس 3 ايات فقط. اتفضل. اقرا لي من الايه 19 الى الايه 22. خلينا نطلع للناس من الايه 19 للايه 22 سوره التكوير، اسهل ايه بالقران. يلا لا تضحك، يلا اتحداك. يلا جاي تراجعها؟ طيب ما فيش مشكله. من الايه كام؟ 19. يلا وين هي الايه 19؟ منين تنقر الايه 19؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصبح إذا تنفس. الآية 19 يعني الآية 19 هاي 18. الآية 19 هي 18. والصبح إذا تنفس. هاي الآية 18. أريد آية 19. آية 19. طب ما أنا أقرأ لك من آية 18 وأكمل لك. لا أريد منها. هو إيه إن يا حبيبي أريد منها تقرأ. أريد منها يا أخي، أريد منها. تشيل لك علاقة. أريد منها يا حبيبي. ما تستقيم لازم يا حبيبي. اقرأ لي من الآية 19 يا رجل عجيب. اقرأ لي من الآية 19. تفضل. طب اسكت طيب عشان أقرأ. ممكن؟ يلا ممكن تسكت طيب عشان أقرأ؟ يلا سكتت. الله أكبر. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم غلط وما صاحبكم. هاي الباء هاي هنا طيحتك. الباء مو مفتوحة مضمومة. وما صاحبكم مو صاحبكم. صاحبكم قلت صاحبكم. التسجيل موجود يا كذاب. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم. التسجيل موجود يا كذاب. موجود يا كذاب. شيب اصرخ. التسجيل موجود يا كذاب. التسجيل موجود يا كذاب. اصرخ بعد اعلى. التسجيل موجود يا كذاب. اكمل يا كذاب. التسجيل موجود يا كذاب. اقسم بالله العظيم والذي رفع السماء بغير عمد لو انا قلتها بالفتح ما ادخل بث مباشر تاني. الله لو انا قلتها بالفتح ما ادخل بث مباشر تاني. طيب اسهل آية في القرآن وليد اسماعيل وقع بيد علاء المهدوي. انا بقول لك اهو يا علاء يا مهدوي. طيب راح ينزل في اليوتيوب. تيز زعلان. طيب ممكن تسكت شوية؟ لانك كذاب.
طيب ما تتجاوز، لان لا والله مو انا كذاب يا عائشه، لا تكوني فاحشه، مو انا النبي. اقول لك ايه، بص هبتدي يغلط في الصحابه عشان اعرف. لا مش اسمع، همشي. لو إيه لا طلعت مو انا بالضم كذاب، ولو طلعت بالضم ولو طلعت بالضم اتحداك ولو طلعت بالضم، لو انا قلتها بالضم، اتحداك لو لا طلعت تطلع بالضم ماشي انت بتتحدد. لو طلعت بالضم اذا طلعت بالضم اوافق. اي طيب اوافق على الموضوع اللي انت رتب المناظره. واذا طلعت مو بالضم شنو انت؟ لو طلعت انا قلتها بالفتح انا ما ادخل بس تاني. طيب يلا دقيقه خلينا نطلع قرايتك، تفضل. اتفضل. كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم اسمع. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ضميت الكاف يا رجال. وما صاحبكم يا اخي بس اعطيني مجال خليني احكي، اعطي مجال. يا ابني تشبيك الحاء مكسوره والباء مضمومه. شنو التاء شبيهه؟ وما صاحبكم وما صاحب الحاء مكسوره. طيب وليد طيب تشبيك التشبيك ضيت الصرخ. حاضر. اهدي حين شنو حين؟ اتفضل يلا عيدها تاني، عيدها والله ما ادخلك بس تاني عيدها. طيب بس ركز اخوان، الحاء جاء تحتها كسره تصير حي يعني كسره، والباء مضمومه بو، الكاف مضمومه صاحي بوكم بوكم. شوف الثقل بيها. وما صاحبكم بس خلينا نكمل اخوان. الباء اجت عليها ضمه شو تصير؟ بو، تصير ثقل. والكاف اجت عليها ضمه كو، بوكم. حفظوا هذا اللفظ، صاحبكم بوكم. شوفوا لفظه. عيد انا عاطفك عليك للصبح. عيدها ده انا عاطفك عليك الصبح. بوكم عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم انا جاي هنا عشان اجعلك مسخره قدام الناس. طيب يلا يا كذاب، اعترف بقى ان انت كذاب. والله انت اصبحت مسخره، ولك تعريف الكسره ما تعرف انت. يلا بص العرب ينزل منك ازاي، حتضح مسخره. اخوان والله هرب من الموضوع. ليش قاعد تشرد؟ اوعى تتحدى وليد اسماعيل تاني. ضاعوا لمزورين يا لاف اخوان. شفتوا اوعى تتحدى وليد اسماعيل تاني. يريد يشرد. لا كمل في الطرف. لا تهرب. فشلت العالم وليد، فشلت مصر وعلي فشلت مصر انت. بالجزمه والله العظيم اديك بالجزمه لو تحددني تاني. اوعى تتحداني. روح الام. ليش تتجاوز؟ بيشتي ازاي؟ ليش تتجاوز يا سنة؟ والله العلي العظيم اخوان فتح الباء، وهسه راح نعيدها لان الباء هي مضمومه. بوكم صاحبكم بوكم، هو ما قال بوكم، بكم. يا اخي لا تعرف الفتحه، اقول لك فتحه اكو واحد ما يعرفها اخواني. فتحه هرب هو مزور الايميلات. فتحه مسلم يقول لي الكسره شنو لها تعريف؟ لك بابا الفتحه لها تعريف، والكسره والضمه. الكسره وهي التي تاتي تحت الحرف تاخذ نصف الياء، الضمه وهي التي تاتي فوق الحرف تاخذ نصف الواو، الفتحه التي تاتي فوق الحرف تاخذ نصف الالف، الضمه التي تاتي فوق الحرف تاخذ نصف الواو، الشده وهي عباره عن حرفين الاول ساكن والثاني متحرك، التنوين عباره عن فتحه زائد نون. ولك الاحكام ما تعرفها. الاحكام ما يعرفون اخوان، ما يعرف الاحكام.
ولك فتحة ما يعرفها. هاي واحنا صغار احنا مدرسينها. هذا تفتخرون به يا أهل السنة والجماعة؟ رب ورب الكعبة جلد جلد جلد. يقول لي لفظها إن. أنا ما جاي أسألك على لفظ الآية، قاعد أسألك حكم الكسرة. شنو هو تعريف الكسرة؟ يقول لي ما لها تعريف. شلون أنت عرفت لفظها إي تاخذ نصف الياء؟ شلون عرفت؟ غير لها قاعدة خاصة فيها. القاعدة تقول إن الكسر تاخذ نصف الياء. الياء لفظها إي نصها إي، الكسر تصبح إي. من أين علمنا؟ من القاعدة. شلون أنا ألفظها إي من دون قاعدة؟ غير قاعدة التعريف. وليد جاي يكتبوا لك جماعتك مصر، هذا المصري كاتب جاي يكتب لك وليد فضاعتنا. اخوان جاي تركزون شنو؟ فتحة 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 ما يعرفها. يقول لي مين اكو تعريف للكسرة؟ ما بينكم وبين الله. لا تسألني في الأحكام انه بيقول. ولك على شنو جاي قاعد ناقش؟ علي ما قاعد تناقش. يقول لا تسألني في الأحكام. أنا علي ما قاعد أتناقش وياك. على ضوء تحت إيش؟ تحت الأحكام. كسرة ما يعرفها. يقول لي الكسرة من وين جبت تعريفه؟ هذا هي خبلني بيها أنا. حقيقة أنا هاي خبلني بيها. الكسرة يقول من أين جبت لها تعريف؟ شلون عرفت انه الكسرة تلفظ اي والفتحة تلفظ والضمة تلفظ او؟ شلون عرفت؟ غير قواعد التجويد، غير قواعد الشدة ما يعرف تعريفها. عجيب. هذا حتى من يكتبون وين ما كانوا يكتبوا ما هو تعريف الشدة. يقول انت منين تجيب هذا التعريف؟ هذا اي واحد عنده كراس مال القرآن هاكو تفضلوا. هذا والله هذا تعريفها. هاكو. وهي التي تكون عبارة عن حرفين من نفس الجنس، الأول ساكن والثاني متحرك. الشدة الأول ساكن والثاني متحرك. غير هاي هاي قاعدة بابا، قاعدة التجويد. طاح حظك وصبغك. قاعدة هاي هي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. ما يعرف قواعد الأحكام، ما يعرفها. انتم دارسينها بالابتدائيه، دارسينها اعتقد. لك بابا انا استاذ قران. صاحبكم بكم، وهي راح نعيدها. تعالوا سمعوها اخوان، سمعوها. رسول كريم. راح بس لك على مود تعرفون اللفظ، خاف اللي ما يعرف احكام. الباء اجت عليه ضمه بو صار، والكاف اجت عليه ضمه كو صار بوكم. اخوان تعرفونها يمتى تلف الصح؟ انت جربها. تعرفون يمتى تلف الصح؟ اذا طلع شفايفك لي قدام الا تلف الصح. صاحبكم. شلون نعبدوا؟ ليش تغلطون بيها؟ لان ما طلعون شفايفكم لي قدام. يقولون نعبدوا. على مود تلفظها صح لازم تطلع شفايفك للامام، لان الباء عليه ضمه ما نعبدوا صار بو، والدال عليها ضمه دو نعبدوا. بابا نعبدوا. فهاي لازم يطلع شفايفه اللي قدام. صاحبكم. طيب اسمع. قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم غلط. وما صاحبكم. هاي الباء. شوف لفظي. الباء مو مفتوحة. وما صاحبكم. بوكم باع لفظه. صاحبكم. شوفوا لفظ ايش قد غليظ. شوفوا لفظ ايش قد خفيف. ركزوا بيه. شوفوا لفظ ايش قد غليظ. انا ليش؟ لان لازم اطلع شفايفي اللي قدام على مود تصير غلاظه باللفظ. وما صاحبكم بعض على مود الفظ مخرج الحاء كسر. وما ليه الاح طالعه منا انا، والاي اي طالعه منا، لازم اعوج حقي على مود الفظها صح بكسر الياء. وما فعلى مود ارجح حلقي للامام لازم اطلع للامام. ليش؟ لمجيء الضمه وحده بعد الاخرى. صار بوكو. وما صاحبكم. فشوفوا بين لفظي وبين لفظه هو. لفظي تحس بالفخامه. ليش؟ لان طلعت شفايفي للامام. احسنتم. عفي. ضم الكاف وترك الباء. فشنو تراواله؟ راح الفظنا بس اللفظ وليد. وما صاحبكم.
هذا نفس لفظ وليد. وما صاحبكم، جاي لفظ الكاف، الضمه مال الكاف. وما صاحبكم، كم، شوف جاي لفظ الضمه مال الكاف مو مال الباء. مال الباء لازم شنو على مود يصير؟ وما صاحبكم. شوفوا نعيدها. رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم وما صاحبكم صح؟ وما صاحبكم، وما صاحبكم كو ضم الكاف وترك الباء. يا أخي صدق كذي، ولكن بغيت احنا نعلمك وليد كسرة. بعد هذا الموضوع كله سموه وليد كسرة. يقول لي وليد كسرة 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 ما يعرف. اخوان كسرة كسرة ما يعرف. كسرة كسرة يقول لي من أين أجيب التعريفة؟ طيب خلنا نصعد اخواننا، تفضل.